إخواني أخواتي مرحبا بكم، السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا إن شاء الله غنشوفوا ملخص مباراة المنتخب المغربي ونظيره المنتخب الجزائري ضمن الألعاب الأبيض المتوسط بإيطاليا. مقابلة في نصف النهائي تجمع بين المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري. كما كنعرفوا دائما المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري كتكون مقابلة نارية، مقابلة في المستوى. ونخليكم تشاهدوا الأهداف والملخص كامل وتلقوه في آخر الفيديو إن شاء الله. هنا الدور بطبيعة الحال بنجامين خديري، هذا المدرب الفرنسي مدرب المنتخب المغربي لودوفيك باتيلي. كرة من جديد خالد قسبي بلمسة الواحدة. عبد العالي الداودي خاطئ هذا الكرة من عبد العالي. من البحث عن المرور، فرصة إمكانية. حذاري تركوا له مجال التصويب، تركوا له مجال التسديد. بن أحمد كحيلي يسجل هدف الأسبقية لصالح المنتخب الجزائري في حدود الدقيقة 25. معليش زادت المباراة في بدايتها. أمام الأسعد عنترة يتحسر، لازال هناك وقت يا سعد، لازال بإمكاننا العودة في النتيجة، ولازم ما نتركوش مرة أخرى مجال التصويب للمنتخب الجزائري. المنتخب المغربي يشارك بمنتخب أقل من 20 سنة، في وقت المنتخب الجزائري يشارك بمنتخب الأقل من 21 سنة، وبالتالي فارق سنة بين لاعبي المنتخبين. كرة من جديد في إعادة للقطة التي منحت هدف الأسبقية للمنتخب الجزائري. لاحظوا هنا كان لازم يخرج بلال سقراط لحجب الرؤية وملء الزاوية وعدم على الأقل ترك الفرصة للاعب كحيلي أنه يحصر كورته. لاحظوا خذا وقته الكامل، حصر كورته وصوب كرة مباشرة جول في الشباك. لحظة الذهول، لحظة عدم تغطية أسفرت على هدف أول لصالح المنتخب الجزائري. التصويبة الماضية مباشرة في الشباك. الأفراح وعودة المنتخب المغربي. كنت أتفائل بهذه المحاولة هنا من يحيى لكريم. كريم لم يكن بخيلا وكان كريم ومررها لحمزة الراجي، لكن وحدها العارضة الأفقية التي تكلمت وأبت وحرمت المنتخب المغربي من هدف التعديل، وكانت رحيمة بمنتخب الجزائر. بنجامين خديري لاعب بيس في ايندهوفن الهولندي. كرة في الركنية، يوسف جمال في التنفيذ بيسراه في القائمة الأول الأرضية، لكن بعيدة إلى خارج أرضية الميدان، إبعاد من جانب دفاع المنتخب التونسي. إذن الحكم يعلن في هذه الأثناء على نهاية الشوط الأول. كريم كما أنت كريم. السعد يسعد الأنصار، السعد يسعد الزملاء، السعد يسعد كل الجماهير المغربية بعودة في المباراة. كرة جول في شباك، هدف في حدود الدقيقة 52، هدف في حدود الدقيقة 52 في توقيت جيد. استغل هفوة دفاعية وتمكن من إنهاء بطريقة رائعة. كريم السعدي اللاعب الرجاوي يؤكد حضوره بهدف التعادل في هذه المباراة. ممتاز ممتاز ممتاز، ولم يلمس الكرة. الكرة كانت بالنيران الصديقة، لكن عمل كبير من كريم السعدي هو سبب الهدف. لاحظوا هو الذي ساهم في هذا بطبيعة الحال، ساهم في هذه الهفوة الدفاعية وفي هذا عدم التواصل والتفاهم بين المدافع دانيال محديد وحارس المرمى محمد الكوفي، وتمريرة كانت مميزة. لاحظوا الدخول بشكل جيد في اللقطة الماضية، والكرة في شباك كريم السعدي يسجل هدف التعادل. الهدف كان في توقيت مميز جدا.
وقبل ذلك كنت أتحدث على إمكانية أن نلعب ثلاث مدافعين، لعبوا أركيد وخالد قسبي وكذلك بلال سقراط، ونعطيه فرصة للصعود على مستوى الأروقة للثنائي كل من يوسف جمال وكذلك عبد الرحمن أركيد عنده دور كبير في الكرات الثابتة، لاعب يجيد الضربات الرأسية. لكن لحدود اللحظة يناقش المباراة بنفس طريقة الشوط الأول المدرب لودوفيك باتيلي، لكن الأهم أننا عدنا في نتيجة. كرة من جديد في الوسط على مستوى الجهة اليسرى، إقلال عبد الملك والحكم يشير إلى خطأ ضد حمزة الراجي. خوتنا هنا من بعد ما انتهت المقابلة بالتعادل هدف لهدف ننتقل إلى ضربات الجزاء التي حسمت لمنتخب الجزائر. فمبروك لمنتخب الجزائر. منتخب الجزائر غيتقابل إن شاء الله مع المنتخب التونسي في النهائي. ربما المنتخب المغربي سيواجه المنتخب الإيطالي في الترتيب. يعلن عن تقدم المنتخب المغربي بهدف من خلال الركلة الأولى. يلا يا سعد يا عنترة، يلا يا سعد، أسعدنا يا سعد. الركلة الأولى من بن حمد كوحيلي. لطالما الأسماء المميزة ضيعت في ركلة الترجيح، لطالما اللاعبين الذين تألقوا في المباراة ضيعوا في ركلة الترجيح. بن حمد كوحيلي هو اللي سجل الهدف الوحيد لمنتخب الجزائر. هل يضيع ويؤكد المعادلة مرة أخرى؟ سعد عنترة في مواجهة بن حمد كوحيلي. سعد عنترة وبن حمد كوحيلي. بن حمد سعد عنترة ممتاز، رائع، فنان، يا سلام عليك يا سعد يا عنترة. يسعدنا بهذا التصدي، قرأ بشكل صحيح، انبرل بطريقة رائعة، هنا التصدي أتى في الوقت المناسب. يا سلام يا سعد يا عنترة. الحارس الرجاوي يؤكد حضوره، والكرة الثانية سيكون من ورائها محمد منصف. لم تنصفك الكرة في المباراة، هل تنصفك في ركلات الترجيح يا محمد منصف في التنفيذ؟ محمد منصف في التنفيذ أمام الحارس محمد الكوبي. أي محمد ستنصف الكرة؟ محمد منصف، كرة جول في الشباك بطريقة رائعة، لا تصد ولا ترد في الزاوية 90. محمد منصف يضع الكرة في الشباك. محمد منصف لاعب الوداد الرياضي يسجل الركلة الثانية. سعد عنترة هل يفعل مجددا في هذا الحوار مع البديل هذا اللاعب المنتخب الجزائري مسلم أنطاف. مسلم أنطاف في تنفيذ. مسلم أنطاف شباب قسطين، لاعب شباب قسطنطينة، يضع الكرة في الشباك في وسط الملعب. يسجل لاعب مسلم أنطاف. مسلم أنطاف لاعب شباب قسطنطينة يسجل الهدف الأول للمنتخب الجزائري. الركلة الثالثة أنس بن عمر. أنس بن عمر بشكل جيد يضع في شباك 3-1. أنس بن عمر يضع الكرة في شباك على بعد ركلتين وإنهاء المشوار، وقد ينهي قبل ذلك سعد عنترة الرجاوي. أنس بن عمر يضع الكرة في شباك. سجل الراجي لاعب نهضة بركان، وسجل كذلك محمد منصف لاعب الوداد الرياضي، وأتى الدور على أنس بن عمر الذي أنهى الركلة بنجاح. الركلة الثالثة للمنتخب الجزائري في التنفيذ. بودربالة
محمد بودربالة لاعب اتحاد العاصمة أمام سعد عنترة لاعب الرجاء أو حارس مرمى الرجاء الرياضي والمنتخب المغربي. بودربالة في تنفيذ أمام سعد عنترة. محمد بودربالة تابع بشكل جيد، تابع والمسها لكن لم يكتب له أن يتصدى له. معليش يا سعد يا عنترة. 3-2 لا زال التقدم لصالح المنتخب الوطني المغربي. الآن مع الركلة الرابعة المغربية وقبل الأخيرة. قليل من الحظ كان يتصدى لها سعد عنترة. عبد الغفور كوراري، ضيعت كرات عديدة يا عبد الغفور بعد دخولك. هذا لا ينقص من قيمتك ولا ينقص من أدائك ومن الخدمات التي قدمتها بعد دخولك، لكن يجب أن تنهي المهمة وأن تسجل ما ضاع في المباراة من خلال ركلة الجزاء. عبد الغفور كوراري، عبد الغفور لعبها بشكل ضعيف، بشكل سيء. معليش يا عبد الغفور، معليش. نتمنى أن سعد عنترة يتصدى للركلة القادمة. مع الأقل كل لعبها بقوة كانت ممكن تدخل الشباك. هذه سهلة يا عبد الغفور. على أي كوراري لاعب النهضة البركانية يضيع الركلة الرابعة للمنتخب المغربي. فرصة من أجل التعديل للمنتخب الجزائري. يلا يا سعد يا عنترة، هذه كورتك يا سعد. وراء الكرة صلاح الدين بوزياني وسعد عنترة. بوزياني وسعد عنترة. يتقدم صلاح الدين، كرة جول في شباك. تعود الأمور إلى نقطة البداية. 3-3 والآن الركلة الخامسة والحاسمة. الضغط تحول من عند المنتخب الجزائري للمنتخب المغربي. من سيسدد الركلة الخامسة؟ بوزياني لاعب اتحاد العاصمة يضع الركلة الرابعة بنجاح وتصبح النتيجة متعادلة 3-3. الركلة الخامسة المغربية وراءها حمزة بواد. خذ وقتك يا حمزة والعبها بقوة يا حمزة ولا تترك مجال للتصدي لحارس المرمى محمد الكوبي. حمزة بوادي تسرعت يا حمزة، ما أخذتش وقتك يا حمزة، تسرعت يا حمزة. ليس هناك وقت مطلوب أن تنفذ به أو تنفذ خلاله الركلة. أعتقد سأشاهد إعادة ما إن كان الحارس ضلت قدمه بالفعل، لأن التصدي سليم. قدمه لا ضلت في الخط إلى حين تسديد الكرة. الركلتين الأخيرتين لم تكونا بشكل جيد. كل الأمال الآن معلقة على حارس المرمى سعد عنترة من أجل أن يبقي الأمل. المنتخب الجزائري يدعو الله. سعد عنترة أمام بالقواري. سعد عنترة وبالقواري. خطلة إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو، وهذا الملخص بفوز المنتخب الجزائري إلى النهائي لملاقاة منتخب تونس. وحظ سعيد للمنتخب المغربي.